تعال اقول لك بسرعه مين بيكون معايا في غرفه العمليات. انا مش بكون لوحدي لان جراحات السمنه الاساس فيها تيم وفريق متكامل الاركان عشان العمليه تتعمل بامان. رقم واحد، بنبدا اهم خطوه اهم فرد في المنظومه استشاري التخدير، بيكون متخصص في جراحات السمنه عشان مرضى السمنه كتير منهم بيكون عندهم مضاعفات ومشاكل في القلب والسكر والضغط والتنفس ومتلازمه انقطاع التنفس. الفرد الثاني في المنظومه واهم فرد في المنظومه التمريض، بيكون معايا تمريض سبيشال في غرفه العمليات، تمريض بيساعدني في العمليه، بيكون واقف معايا مسؤول عن الخيوط، مسؤول عن الشاش، مسؤول عن التعقيم، مسؤول عن كل الادوات اللي انا بحتاجها وبيقدر يوفرها لي. لازم يكون مدرب ولازم يكون ثابت في الفريق الطبي بتاعي. بيكون معايا 2 مساعدين في العمليه بيساعدوني في كل خطوه، حافظين خطوات العمليه في التناغم ما بيننا وما بين بعض عشان خاطر العمليه تتعمل بكل خطوه بامان وبدون اي مشاكل. بيكون عندي اخر فرد في المنظومه بيكون تمريض في الداخلي خاص ثابت معانا في الفريق الطبي عشان خاطر يتابع المريض في القسم الداخلي بدون اي مشاكل.